انا العلك. اليوم غنوريك سر طبيعي غادي يقلب صحتك راس على عقب. ركز معايا حيت اللي جاي غيفاجئك بزاف. شوف دابا خاصك تحطني وانا حجر وتقيس عليا حتى نولي بودره ناعمه بحال الحرير. هنا كتبدا القوه الحقيقيه ديالي. دابا وانا وليت بودره. شوف النعومه ديالي. هذه هي المرحله اللي غتخليني ندوب بسهوله وندخل نخدم في الجسم. ديرني في مدافئ وخليني دقيقة، ومن بعد قلب مزيان حتى نولي خليط متجانس. هنا كنوجد راسي للخدمة. زيد عليا معلقه عسل، هو صاحبي في المعركه، كيغدي وكيعاوني نحارب البكتيريا بقوه. عصر نص حامضه فوقي. الحموضه ديالها كتعطيني طاقه ونزيد نخدم مزيان داخل الجسم. الحموضه ديالها كتعطيني طاقه ونزيد نخدم مزيان داخل الجسم. رشة قرفة صغيرة ولكن الدور ديالها كبير، كترفع الفعالية ديالي وكتقوي التأثير. شوف النتيجه، خليط ذهبي طبيعي. غير كتشوفو كتحس بالقوه ديالو، ولكن الاهم هو شنو غيدير داخل جسمك. انا كنزل حتى القولون وكنفرش راسي بحال طبقه مريحه. كنطفي الالتهاب ونهدي الاعصاب، ومن تما كتبدا الراحه الحقيقيه. فالمعد انا ماشي غير علك، انا محارب. كنحارب البكتيريا بالعسل والقرفه، كنحبسهم وكنقضي عليهم واحد بواحد. كنوصل حتى المفاصل ديالك وكنخدم بخفه، كنرطب، كنقص الالتهاب، وكنرجع الحركه سهله وخفيفه بحال قبل. فالكلي خدمتي دقيقه، كنعاون الجسم في التنقيه، كننظف وكنخرج السموم بطريقه طبيعيه بلا ما تحس حتى بحاجه. ولكن اسمعني مزيان، الا كنتي مريض بالسكر ولا كتعالج ضروري تسول طبيب وما تجمعنيش مع الدواء في نفس الوقت. خذني في الصباح على الريق ومرة قبل الماكلة الثقيلة وجرب، وغادي تشوف الفرق بعينيك.